في خبر عاجل الآن، أعلن سعود عبد الحميد مدافع منتخب السعودية ونادي الهلال السعودي وفاة والده مساء اليوم الأحد. وغادر عبد الحميد معسكر منتخب السعودية بعد موافقة المدرب روبرتو مانشيني بعد علمه بنقل والده إلى المستشفى وتواجده في غرفة العناية المركزة، إلا أنه بعد وقت قصير أعلن نبأ الوفاة. وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا تقدم خلاله رئيسه ياسر بن حسن ونيابة عن أعضاء المجلس والعاملين بالاتحاد وأعضاء الجهاز الإداري والفني للمنتخب السعودي بخلص العزاء لسعود عبد الحميد في وفاة والده، داعين له بالرحمة والمغفرة. ويذكر أن منتخب السعودية يواجه طاجستان الثلاثاء القادم في الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. وفي سياق متصل، أجرى اللاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب أكاديمية مهدي تحت إشراف المدير الفني روبرتو مانشيني، وبدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين المربعات. بعدها طبق اللاعبون تمرينات تكتيكية متنوعة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.